بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. نبتدي الحلقة النهاردة بنسأل اتحاد الكورة، يعني هنسيب الأهلي شوية ونسأل اتحاد الكورة. فين التحليل بتاع أحمد أبو الفتوح؟ فين هو؟ قعدت تقول رئيس النادي بتاعه بيقول ده بيشرب مخدرات، والواد هرب يجي شهر عشان ما يحللش، وبعدين رجع يلعب تاني. انت اعلنت عن التحليل بتاعه، اعلنت عن ان كل لعيبه الزمالك، اعلنت عن التحليل بتاعهم، شتمك وهزقك ومرمطك، اعلنت ان انت هتاخد حقك ازاي؟ ولا انت ما اعلنتش؟ عاوزين نعرف انت ليك اماره، يعني يا جمال بيه علام، ليك اماره ايه بقى؟ ايه الاماره بتاعتك ان انت هتاخد حقك؟ انت قلت انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، مفيش حاجه اتعملت. وحازم امام طبعا ما يفتحش بقه، حازم امام بس اما بيبقى لسانه قد كده اما قصاد الاهلي بس، انما هو قصاد الزمالك ما بيقدرش يفتح بقه خالص. فين حق الاهلي؟ فين حق الاهلي في تحليل ابو الفتوح؟ هو فين حق اتحاد الكوره في الشتيمه والتهزيء والبهدله اللي انتوا اتبهدلتوها كلكم؟ مش واحد فيكم، انتوا اتبهدلتوا خالص. يعني امتى هتفعلوا القانون يا جدعان؟ هو اللي القانون دوت هيتعمل عشان الاهلي بس؟ يعني احنا عاوزين نعرف، ما قلنا لكوش عرفونا انتوا بس كده. يعني عاوزين نعرف التحليل بتاع ابو الفتوح فين، هو لازم تظهروه لي. انتوا طول الوقت عمال تقول لك الشفافيه، فين الشفافيه بقى دي؟ ده ما فيش ولا شفافيه ولا ضبابيه ولا ما فيش اي حاجه. يعني هو فين؟ يعني احنا عاوزين بس اسئله و... ونشوفها ونشوف الدنيا. كمان عاوزين نتكلم مع الحاج عامر، الحاج عامر حسين. من ساعة ما الأهلي لعب لغاية ما الزمالك لعب الماتش التاني بتاعه 9 أيام. يعني الزمالك مريح 9 أيام على بال ما لعب الماتش التاني اللي اتغلبوا 3-0 من فاركو. 9 أيام. يعني أنت هتريح الأهلي 9 أيام ولا هتلعبه كل يومين وتيجي تفحت الأهلي عشان هو راح لعب بطولة وشرف مصر كلها وشرف أفريقيا، وأنت هتيجي تفحتوه هنا؟ يعني حرام عليك يا حاج عامر، يا حاج عامر حرام عليك. حاج عامر خلي الضمير صح. لما بيطلع واحد مسؤول في بتاع يقول لك اصل الناس ما عندهاش ضمير، لا الناس عندها ضمير. احنا عاوزين نشوف الضمير. الناس عندها ضمير بس الناس غصب عنها. فاحنا عاوزين نشوف الكلام ده. يعني وازمه القيد بتاعت الزمالك احنا عاوزين نشوف. انت برضك هتفعل القانون؟ انت جيت الشطرت ورفعت الرايه وقلت مفيش حد هيأيد غير لما يدفع الفلوس. الاهلي راح دفع الفلوس، اللعيبه ديت هتتأيد ولا لا؟ يعني احنا مش عارفين اللعيبه ديت ايه نظامها. يعني الثلاث لعيبه اللي اشتروها ديت هيتأيدوا ولا لا؟ يعني بقول لك اما نشوف احنا انتوا هتعملوا ايه. واحنا برضك هيبقى الاهلي ليه موقف في الموضوع دوت. الاهلي مش هيسيب الموضوع دوت كده. التسييب اللي هو على الفاضي دوت، مفيش الكلام دوت. يعني واحنا عاوزين ترتيب المباريات يعني تترتب حلو، ويلعب الاهلي على الاقل قوي، على الاقل قوي. وده وردك قليل ان الاهلي يلعب كل 3 ايام، ما يلعبش كل ماتشين زي السنتين اللي كل يومين زي السنتين اللي فاتوا دول. انتوا فحتوا الاهلي عشان رايح يلعب. الزمالك في فتره الاهلي ان هو بيلعب في بطوله العالم، الزمالك ما لعبش غير مره واحده بس. يعني انت مش مأجل البطوله والزمالك بيلعب كل يوم زي ما هي ماشيه. انت أجلت البطوله ليه؟ انت وقفت الدوري 9 أيام ليه؟ ليه؟ الاسباب ديت لازم تتقال عليها ولازم توضحها. طالما انت راجل مسؤول يبقى وضح الكلام دوت. الكلام دوت مش بتطلع تداريه كده منك لنفسك. لازم يبقى فيه صراحة مع الناس، ولازم يبقى احنا عارفين موقف الاهلي ايه. احنا مش احنا منتظرين انت هتعمل ايه. انما احنا مش موافقين كجمهور النادي الاهلي كله، مش موافقين ان الاهلي انت تيجي تفحته، تيجي تموته.
الاهلي فريق عالمي، وفريق مشرف الكرة المصرية كلها، ومشرف الكرة الافريقية كلها بشهادة الناس. هقول لك ايه يعني، والله العظيم الواحد مش عارف يتكلم ولا يقول ايه. بشهادة فيريرا، اما سألوه في صحيفة برتغالية بتسأله، بتقول له ايه رأيك في مستوى النادي الاهلي؟ قال لهم الاهلي دوت لو فضل يلعب بالمستوى دوت احنا مش هناخد بطولة خالص. ده يدخل البطولة يغلب اي فريق بالمستوى اللي هو بيلعب بيه دوت. ما يجيش بقى انت تموته بقى. يعني فريرا دوت اللي كان حاقد على الاهلي، ما تعرفش برضك حاقد على الاهلي، مع انت راجل مدرب اجتهد واعمل، عمالين يقول لك البروفيسور وعمالين يقول لك المدرب اللي ما فيش زيه. ماشي يا عم، انت المدرب اللي ما فيش زيه، انا اشوفك يا فريرا في الملعب وانت اول مره تقول شهاده حق في حق النادي الاهلي. دي شهاده حق واحنا متشكرين عليها. وانت اديت، انت ما عملتش شهاده حق، انت رجعت الحق لاصحابه. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي الناس مولعه منه. ليه ما تعرفش؟ وهم عمالين مترنحين. احنا رحنا لعبنا فرق عالميه، هقول لك ايه يعني، مش عارف اقول ايه على الفرق اللي احنا رحنا لعبنا الفرق دي كلها، وانتوا ما دخلتوش كاس العالم ولا مره. وبتيجي تقول لك ده انتوا اتغلبتم. انت ما شفتش كاس العالم، ده انتوا بتعيطوا دم ان انتوا تروحوا كاس العالم مش عارفين. ما دخلتش عمرك كله كاس العالم ونفسك تروح حتى لو اتغلبتوا. الزملكاويه بيقول لك بس نروح ونتغلب مش مشكله. ده الناس اللي عاوزه تروح يبقى اسمها يتكتب جنب الفرق العالميه ديت. انما مش كده، جنب ريال مدريد، جنب برشلونه، جنب بايرن ميونخ، جنب الفرق الكبيره، جنب اي حد. انما هم مش عارفين، مش لاقيين اللي هم يشتركوا ازاي. لانه بيدخل كاس افريقيا بيخسر على طول كل سنه، يطلع من الدور الاول، يطلع من المجموعات، يطلع من الدور اللي قبل النهائي، يطلع من بيتفرم على طول. لما بيقع قصاد فرقه كبيره بيبان حقيقه الزمالك. الحقيقه الزمالك بيبقى فرقه مهلهله خالص. حتى الفريق المره الوحيده اللي من الكام سنه اللي طلعتوا قصاد سان داونز كنتوا مهلهلين، رحتوا هناك شلتوا 3 وكنتوا وبهدلكوا هناك، وجيتوا هنا ما عرفتوش تعملوا حاجه طبعا. فهو طبعا فاز بالبطوله سان داونز. يعني احنا بنأكد ان احنا الاهلي بيلعب باسم مصر، والاهلي ده مش فريق جاي من بره احنا واقفين بنسنده. لا، ده فريق ابن البلد، احنا المفروض نسنده. يا حاج عامر راجع نفسك في مواعيدك، واما الاهلي يرجع تاني بطولات افريقيا ما تقولوش انت هتلعب بافريقيا انا هلاعبك بعد ما تيجي تاني يوم من السفر. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. مش عاوز ان انا اقول لك كل شويه حرام عليك. يعني لاعب الاهلي بالراحه عليه، اما يكون مسافر من بره ريحه، اما يكون بيلعب هنا ريحه. يعني كل 3 ايام مش كتير. كل 3 ايام مش كتير. هو جاي هناك بيلعب، يعني هو كان لاعب يوم الاربعاء وهيلعب يوم السبت. يعني انت عاوز ايه يا حاج؟ ما هو مطحون بره، هتطحنه بره ويطحن هنا، ده ليه يعني؟ وفي الختام نقول يا اتحاد الكوره برضك عاوزين حقوقنا، حقوقنا في ان احنا نشوف التحليل بتاع احمد ابو الفتوح، وحقنا في ان احنا نشوف انت هترد على الاهانه والمهانه اللي عملها ليكم مرتضى منصور انت والاعضاء كلهم. وكان اللي بيتكلم ولا بيفتح بقه كان بيتكيل له على طول. عاوزين نشوف انتوا بس، انتوا ولا انتوا صحتكم بتبان على النادي الاهلي؟ عاوزين نشوف الكلام دوت. السلام عليكم ورحمه الله.